حط توقعات واقعية. امم من ضمن الحاجات اللي بتتقال للكوتشز في كورسز معينة ان انت هتحاول تقول للناس ما توزنش كل يوم، بس هم برضه هيوزنوا كل يوم. وجهة نظري ان دايما المايند سيت هو اللي بيخليك تتحط في المكانة اللي تسهل لك انك توصل للحاجة اللي انت عايزها او لا. once you pass المايلستون دي عقلك هيبقى اللي هو خلاص اتعود، فهتعرف تبيلد بقى اللي هو الهابت ان انت تروح الجيم. ان انا ما اخليش اليوم مأساة بالنسبة لي، يعني يمشي منه كويس ويمشي على رجليه. عندك مايلستونز، يعني انت عندك جول كبير مثلا، انت عايز صحتك شكل جسمك يبقوا حلوين. طب تعال نحط مايلستون ان احنا الشهرين دول عايزين كذا، الشهرين دول عايزين كذا، الشهرين دول عايزين كذا، الشهرين دول عايزين كذا. بس برضو من المايند سيتس الوحشه ان انت باصص للجول الكبير، لو ما حصلش بعد شهر انت فشلت. انا اهلا بيكم في حلقه جديده من Think Different. I'm your host عمر السيد, software engineer, magician and photographer. في season 2 episode number 2 كنا بنتكلم مع one of the best fitness coaches عن النيوتريشن وازاي تبدا الفيتنس journey بتاعتك, وازاي basically you can start it من غير اي nutrition plan او اي حاجه. ازاي بsimple habits, بsimple lifestyle changes you can adjust و you can get good, very good results actually. ومن اكتر الحاجات اللي هو كان دايما بيواجهها مع الكلاينتس بتوعه ان المايند سيت كانت بتاعتهم كانت دايما بتبقى فوكس على الكويك فيكس, اللي عايزين يخسوا بسرعه, مش willing ان هم ياخدوا الجيرني. ودي كان الكويك فيكس are not sustainable solution, يعني حاجه تشتغل معاك تقعد معاك مثلا شهر الريزلتس, بعد كده انت هترجع في الاكستريم الناحيه التانيه على طول. فقررنا ان احنا نعمل حلقه تانية ونتكلم فيها عن المايند سيت وازاي تعرف تكون الرايت مايند سيت, وايه الرايت مايند سيت اصلا لما المفروض تبقى عندك لما تيجي تبدا الفيتنس جيرني بتاعتك. فرحبوا معايا بشريف نصار. ازيك يا عمر؟ الحمد لله, انت اخبارك عامل ايه؟ تاني حلقه لينا مع بعض. ايه؟ يس I hope ان انت تكون استمتعت بالحلقه المره اللي فاتت. كان وقت بس حسيت وقت جري, صح. حسيت انا كان عندي كلام اكتر اقوله. دي حقيقه. عشان كده النهارده احنا يعني عملنا حلقه النهارده عشان نتكلم اكتر ان ديب في التوبيك بتاعت المايند سيت مينلي. يعني تعالى نبدا على طول, نخش على طول في الموضوع. بيسكلي بالنسبه لك انت كشريف, يعني how do you define الاثليتيك مايند سيت؟ يعني بمعنى صح ايه يعني ايه مايند سيت, او ايه معنى الكلمه دي اصلا بالنسبه وسؤال لك؟ حلو وسؤال صعب. لو سالت 10 ماشيين في الشارع ايه معنى ايه مايند سيت, هيدوك اجابات مختلفه. ده هي زي كده ايه معنى السعاده؟ عارف الاسئله اللي ملهاش اجابه دي. ايوه بالظبط. بس انا يعني تفسير او معناها بالنسبه لي بالعربي كده, انت عايز ايه من الموضوع؟ اوكي. عايز تعمله ازاي؟ شايفه ازاي؟ لو انت شايف حاجه بطريقه غلط وداخل عليها مستني باكسبكتيشنز معينه, هتتصدم يعني, او مش هتفشل بس مش هتعرف تكمل. يعني لو انا داخل على مثلا شركه وانا لسه متعين جديد وفريش جراد مثلا, وداخل عندي اكسبكتيشنز ان انا هبقى مدير الشركه دي في ظرف شهر, اوكي. لما الاقيهم اصلا مش عايزين يعينوني هتصدم. يعني هيبقى صح. بالنسبه لي اللي هو دي صدمه, لان انا المايند سيت بتاعي ان انا جامد قوي, وان الناس دي اي كلام, وان انا هخش ابقى في الحته دي. صح. فلو انا المايند سيت بتاعي مش واقعي او مش صح, دايما هتلاقي ريزيستنس وهتلاقي اكسبكتيشنز مش مات. فاهم؟ اوكي. فوجهه نظري ان دايما المايند سيت هو اللي بيخليك تتحط في المكانه اللي تسهل لك انك توصل للحاجه اللي انت عايزها او لا. اوكي. لو انت داخل بالمايند سيت الصح على الحاجه اللي انت داخل عليها. اوكي. فهمت منطقي. انا فهمت قصدك, كلام منطقي جدا. بس انا يعني في حاجه انت قلتها, يعني حاسسها ممكن تبقى يعني unknown بالنسبه لناس كتير. اللي انت قلت ان انت المفروض تعرف يعني اللي هو الاكسبكتيشن بتاعتك تكون الحاجه الواقعيه بالنسبه لك. هو المفروض الواحد يعرف ايه الواقعي بالنسبه له ازاي, يعني او يعرف الحاجه الواقعيه بالنسبه له ازاي اصلا؟ بص, انا بعملها بالاسئله. اوكي. يعني مثلا اقول لك عمر, انت جاي لي تتمرن ليه؟ هتقول لي مثلا جاي اخس. طيب انت شايف ازاي تخس يا عمر؟
هتقول لي اجابه. هقول لك طب ليه انت شايفها كده؟ ليه انت عايز تعملها بالطريقه دي؟ بفضل انزل معاك واحده واحده لحد لما انت تكون الصوره الكامله بالنسبه لك اللي انت شايفها الحل. يعني انت هتقول لي المشكله اللي انت جاي لي عشانها، وهخليك تقول من وجهه نظرك انت، هخليك تقول الحل بكل التفاصيل اللي تقدر تقولها لي. اوكي. وبعدين ببتدي اسالك بقى انت شايف تفاصيل دي كده ليه؟ ليه شايف الحل المفروض يبقى بالطريقه دي مش بالطريقه دي؟ اوكي. طب هل الطريقه دي انت عملتها قبل كده؟ طب لو عملتها قبل كده ايه اللي حصل في الاخر؟ يعني مثلا اديك مثال صغير. اوكي. واحد جاي لي عايز يخس. مم. شريف انا جاي لك عشان عايز اخس. اوكي. كويس قوي. طيب انت عايز تخس ليه؟ عشان اي حاجه، عشان عندي فرح كمان شهرين اوكي. مثلا. طيب ايه اللي انت عملته قبل كده عشان تخس؟ هيقول لي مثلا رحت البيرسونال ترينر، يعني هو بيعيد نفس السايكل. اوكي. هيقول لي مثلا رحت البيرسونال ترينر، مم. هو لحد دلوقتي هو عمل نفس اللي عمله المره اللي فاتت. بالظبط. طيب ايه اللي مختلف المره دي عن المره اللي فاتت؟ هساله. هيقول لي مفيش حاجه مثلا. هقول له طب انت مش شايف ان دي لوب انت داخل طالع منها طول الوقت، سايكل بتعيد نفسها؟ نفس الكلام عن النيوتريشن بلان. يجي حد يقول لي انا عايز نيوتريشن بلان، اقول له طيب انت ليه شايف ان النيوتريشن بلان دي مفيده؟ يقول لي عشان دي هتخسسني. اقول له طب انت عملت ايه المره اللي فاتت عشان تخس؟ قال لي عملت نيوتريشن بلان. طيب لما عملت نيوتريشن بلان كملت عليها؟ لا وقفت بعد شهر. طيب أوكي. طب انت شايف ان دي طريقه منطقيه انك انت تنجح بيها لو انت كذا مره تعملها وكل مره بتوقف؟ فبنوصل مع بعض باسئله بسيطه ان انت تفهم بنفسك وتشوف انت عايز ايه وشايفه يتعمل ازاي، اوكي. وشايفه الطريقه اللي انت استخدمتها قبل كده منطقيه ولا مش منطقيه، ولو مش منطقيه ليه، وايه اللي ممكن تجربه بعد كده. اوكي. يعني انا من الاخر بحاول اخليك انت تكون المايند سيت بتاعك والجول بتاعك والاكسبكتيشنز بتاعتك والابروتش بتاعك. لو انت الابروتش بتاعك غير المايند سيت او الاكسبكتيشنز بتاعتي او الابروتش بتاعي، عمرنا ما هنتقابل. صح. يعني هديك اكزامبل صغير. جالي واحد عايز يتمرن عشان يخس وعشان جسمه يبقى حلو والكلام اللي هو الطبيعي. اوكي. قال لي انا عايز اتمرن وابقى فورمه وشكلي حلو ومش عارف ايه. تمام، اتفقنا. بعد اول تمرينه قال لي لا انا يعني بحب التمرين يبقى قوي قوي، يعني اوكي. يعني ابقى ميت. يعني هو كانش بيتمرن بقاله كتير قوي، اكتر من سنه. قلت له طيب ليه عايز تتمرن جامد؟ قال لي عشان ده اللي انا كنت بتمرنه قبل كده. كنت بخش التمرين اشيل اوزان تقيله قوي، حاجات يعني ممكن تبقى اكتر من قدراته. يتمرن حاجات صعبه قوي، يطلع ميت بيزحف على الارض. هو بيحب كده. يعني مش حاجه ان هو حاجه غلط، بس انا شايفها حاجه غلط. هو شايفها طريقه صح. فاحنا مش عارفين نتقابل. انا شايف ان انا لو عملت كده يا هيتعور يا هيبقى مش قادر يكمل اكتر من مده معينه في وقت من الاوقات، لان انت عندك ستريسز يعني ضغوطات حياه تانية. صح. فلو انت داخل كل يوم هتزق في حيطه في الجيم، هيجي وقت هتقول بلاها، انا عايز اقعد اتفرج على التلفزيون واكل شيبسي قدام التلفزيون واكل بيتزا. ويعني ما هو اما تيجي تفكر فيها هي اسهل بكتير. يعني هقعد قدام التلفزيون واكل بيتزا اكيد احلى من انزل اقعد اعرق وانهج واشيل. يعني ايه وجع القلب ده؟ فاهم؟ لو انت مش شايف الاوتكم هتبقى بالنسبه لك رخمه. فاهم؟ فهو ده المايند سيت بقى. فهو بالنسبه له البرسبكتيف بتاعه انا لازم اتمرمط واشقى واتبهدل على الارض وابقى مش عارف امشي بعد التمرين. انا المايند سيت بتاعي او الابروتش بتاعي انا عايزك تمشي كل يوم مبسوط، عايزك تيجي تتمرن وتمشي بسهوله، ما تكملش ساعه، تخش وتخلص وتمشي قبل الساعه عشان تجي لي بكره. صح. ما انا هقعد اموتك. هي مش صعبه على فكره. انا ممكن اموتك، يعني هي بجد سهله. اصل هي الناس فاكره ان دي حاجه صعبه، يعني لا هي حاجه سهله. بس لو اتصبت انت هتوقف كتير، تفضل قاعد تتعالج. الاوحش بقى تكره التمرين. طبعا. هو التمرين انت لو ربطته مخك ذكي، لو ربط التمرين بالعذاب عمره ما يبقى عايز يتمرن. طبعا. هيحاول دايما يهرب من الفكره. هيطلع لك اعذار، هيصعبها عليك. هتحس ان انت تقيل قوي في اللحظه اللي تقوم تلبس فيها عشان تروح الجيم. طب ليه كل ده؟ طب ما تخليها سهله وبسيطه ومنطقيه انها تمشي مع حياتك. فده المايند سيت. انت المايند سيت بتاعك ايه في الحاجه اللي انت بتعملها؟ المايند سيت بتاعك انت ايه يا عمر في شغلك؟
عايز تعمل حاجه معينه بطريقه معينه، يس عايز توصل لحاجه معينه، أكيد. ده المايند سيت بتاعك صح. فيها. فانت لو انت مثلا مستني ان بكره تبقى احسن بودكاست في العالم، بكره لو ده ما حصلش هتتضايق، صح فممكن توقف. صح. فمهم قوي ان المايند سيت بتاعك يبقى منطقي، مم. يبقى سستينبل، يبقى حاجه انت تعرف يعني تكمل بيها. مم. ما يبقاش ان المايند سيت بتاعك هيت اند ران. صح. يعني انا بيجي لي كتير قوي في التمرين بالذات ناس مايند سيت بتاعها هيت اند ران. أوف. يعني انا جاي عايز اتمرن مع شريف، اخس شويه وبعدين همشي. مم. بعدين لما تعمل كده وبعدين تروح تتخن، يعني مثلا خسيت معايا 5-10 كيلو، بعدها هتسيبني 3-4 شهور تروح تتخنهم تاني وترجع لي بعد 4 شهور. طب احنا بنعمل ايه؟ أوف. يعني انت ولا صحتك احسن صح. ولا جسمك اتحسن مم. لانك تخنت اللي انت خسيته. اوكي. فالمايند سيت انا بشوف ان ده مش مايند سيت كويس يعني مم. لصحتك. يعني مش صح. بتكلم ليا انا حاجه بيرسونال، بتكلم لصحتك انت. انت عايز حاجه تفيدك مع الوقت، تخلي صحتك احسن، تعيش اكتر، فاهم؟ صح. على الاقل نحاول يعني بنعمل الحاجه بطريقه الصح يعني. دي حقيقة. فهي شويه ممكن تبقى ريلاتيف من واحد لواحد، بس لو انا وانت مش عارفين نتقابل في النص، ازاي هنتعامل مع بعض لو انت المايند سيت بتاعك في حاجه غيري؟ صعب قوي ان احنا نكمل. صح. ولو انت داخل على حاجه بمايند سيت بعيد عن الواقع، صعب قوي تكمل فيها. صح. يعني ده وجهه نظري يعني. دي حقيقة. طب سؤال، انت عملت ايه مع الشخص ده؟ عندي فضول. مشي. بجد؟ ما هو مش ما صعب يكمل. يعني لو انا شايف حاجه بطريقه وانت شايفها بطريقه، مش هنفضل قاعدين مع بعض. صح. مش هنعرف نعملها مع بعض. اوكي. انت شايفها كده وانا شايفها كده، فايه اللي هيحصل؟ هتسيبوا بعض. هيمشي. انا كنت فاكر ان هو مثلا اقتنع او شاف يعني ما هي بقى ده لو انت قررت تعمل شيفت في المايند سيت بتاعك. يعني لو انت فكرت وقررت ان ده غلط او ان انا عايز اغير من نفسي في حاجه، هتبتدي تسمعني. بس لو انت شايف نفسك ان انت صح، مش هنوصل لحاجه. صح. صح. فهي في الاخر هي قرار برضه. لو انت شايف ان عشان تخس مثلا، انت تتمرن شهر واحد في حياتك، عايز تخس فيه جامد قوي وبعدين تاكل براحتك، لو انت شايف ان ده صح، مش هعرف اقنعك ومش هوصلك لحاجه، فاهم؟ صح. صح. لان مفيش حاجه تقدر تعملها في شهر هتخلي صحتك وجسمك كويسين مدى الحياه. كنا كلنا عملنا كده بالظبط. يعني. ما هو مفيش حاجه اسمها كده. والتمرين يعني اكيد مش لازم انك تنام في البيت او انك تتفرج على تلفزيون او تتفرج على فيلم او تاكل بيتزا او تاكل برجر. يعني اكيد هو مش ألذ في المرحله الاولانيه، صح. بس وانس ان انت خدت عليه وشفت الريزلتس بتاعته ولقيت نفسك جسمك شكله احلى، مبسوط اكتر، واثق من نفسك اكتر، الانرجي بتاعتك احسن، نفسيا فايق ومركز ومودك حلو ومش مقريف. لما تبتدي تشوف كل البي اوف بتاع التمرين، مش هتبقى متضايق من فكره ان انا رايح اتمرن. صح جدا. لان انت عارف هتوصل له ايه من وراها. زي لما بتحط فلوس انفستمنت، لو عارف انك هتجيب 4-5 اضعاف متاكد، هتحط الفلوس. التمرين نفس الحاجه، هو انفستمنت. انت بتتعب شويه، بتيجي على نفسك انك تعمل الهابت دي، بس وانس ان هي مشيت خلاص. انت بتبتدي بقى تجني ثمارها، عارف، مع الوقت. صح جدا. فلو انت واحد جاي لك مايند سيت مرني اسبوعين عشان عندي فرح، احنا بنعمل ايه؟ بنضيع وقت. بالظبط، بنضيع وقت جدا يعني. او واحد جاي لي هو عارف انه بعد 2-3 مش جاي لي تاني، احنا بنضيع وقت. يعني انا ببقى عايز اقول له انا مش الشخص المناسب لان ده مش هيوصلنا لحاجه، وانا هضيع معاك وقت. وانا ما بحبش اضيع وقت. يعني احب لو انا هعمل شغل احب اشوف النتيجه بتاعته. صح. لان انا هضيع معاك مجهود ووقت وطاقه، فعايزك تستفيد بيها. صح. وانت هتدفع فلوس بالظبط، تستفيد، خد اقصى حاجه. صح. بس ما تروحش بقى تعمل شغل وبعدين تروح رامي عليه مثلا الوان مبوظه. انا بجد بيصعب عليا ساعات. في واحد كان بيجي لي يتمرن 3 شهور يخس مثلا 10-15 كيلو، وبعدين يروح يتخرم تاني. فبقول له انت بتعمل كده ليه؟ بيقول لي انا باجي لك عشان كده، عشان عايز اكل براحتي. هي المايند سيت بتاعته كده. اوكي. يعني هو شايفها كده، شايف ان انا عايز اكل براحتي، عشان اكل براحتي عايز اخس، عشان اعرف اكل براحتي عشان اطلع للوزن ده تاني. ما هو ده بقى غريبه قوي. بس هو ده المايند سيت بتاعه. يعني انت مش عارف تغير دماغ حد. اوكي. بس ممكن احاول اساعدك تشوف المايند سيت بتاعي. لان المايند سيت بتاعي انا بقوله لك من اكسبيرينس، مش بقوله لك ان انا مثلا
بتحكم فيك وعايزك تعمل حاجه على مزاجي. صح. لا انا بقول لك اللي هيخليك تبقى صحتك احسن وشكل جسمك احسن وتبقى سليم ومودك يبقى احسن وطاقتك تبقى احسن وتبقى واثق في نفسك اكتر وتتبسط في حياتك بره التمرين يعني فاهم. فانا بحاول اخليه يشوف الصوره دي بس ما اقدرش افرضها على حد. ما اقدرش اقول لك عمر انت لازم تشوف الموضوع زي من وجهه نظر ما ينفعش يعني. انت لازم انت تشوفها. انت لو مش شايفها يبقى احنا مش هنوصل لحاجه. انا بحاول اخليك تشوفها باسئله. اقول لك عمر طب انت شايف ايه؟ طب اللي انت عملته ده وصل لايه؟ هنوصل لحاجه كده صح. بس ما عرفناش يعني مش هعرف اقنعك فاهم. صح دي حقيقه. بس هو في بعض الناس اللي هو بحس اللي هو بتعمل الموضوع ده عشان بتبقى فاكره اللي هو انا لو فضلت اتمرن معاك ما انا كده هتمرن معاك طول العمر. فانا اللي هو طب يعني الناس بتبقى فاكره ان الموضوع ملوش اند يعني اللي هو امتى الموضوع هيبطل اللي هو انا اقدر بقى لوحدي انا يعني ابقى اتمرن لوحدي بقى واكون مسؤول عن نفسي. بص هو الحمد لله. كمل عادي يعني عادي. السؤال ده منطقي جدا. يعني اي حد بيجي يتمرن او بيفكر يتمرن ممكن يعدي في باله اللي هو طب انا هتمرن واشقى لحد بالظبط. يعني انا هاجي كل يوم اتعب كده. وهو في الاول هي بتتشاف كده بتتشاف شقه وتعب ايه انا هاجي كل يوم اعمل كده. عشان كده كنت بقول لك ان مهم قوي انها تبقى سهله في الاول. يعني نزولتك الجيم في حد ذاتها مجهود في الفتره الاولانيه. الفتره طويله ممكن تبقى مثلا اول شهر اوكي بتبقى اسهل بالتدريج. بس اول شهر هيبقى لود عليك انك انت واحد عندك شغل واحد عندك بيت واحد عندك ظروف عندك التزامات. انك تنزل تروح تتمرن تاخد شنطتك تركب عربيه تروح التمرين تحط شنطتك تخش تسخن تتمرن. انت عشان توصل لان انا هتمرن دي بتبقى تقيله قوي في الاول. عشان كده عشان تعرف تكمل فيها لازم تبقى في الاول سهله. اوكي. لو سهله في الاول وحسيتها سهله المده هتبتدي تحس طب الموضوع مش متعب طب ممكن اعمله كل يوم. لكن لو قلت لك كل يوم يا عمر انزل اجري 10 كيلو يعني مش عيشه. بالظبط. بالنسبه لك انا عمري ما جريت مثلا وهنزل اجري كل يوم 10 كيلو. لو انا واحد عمري ما جريت في حياتي انت بتعذبني. ايوه ده عذاب طبعا. انا هبقى مستني اليوم اللي هبطل اجري فيه واقعد اكل يعني. هي كده بس هي مخنا بيشتغل دايما عايز الاكستريم العكس. يعني لو انا مثلا واحد قعدت اعذب فيه اول حاجه هيبقى عايز يعملها يخلص مني عشان استريح يعني اسافر يبطل يجي لي يعني. لكن لو احنا بالانس الموضوع مع الوقت مش هيبقى مقرف بالنسبه له ومش شايل همه مش متعب للدرجه اللي هو عايز يشيلها. يعني لو قلت لك كل يوم يا عمر انزل تمشي 10 دقائق مثلا هل دي حاجه هتتعبك او هتضايقك نفسيا او هتاذيك نفسيا؟ لا سهله جدا يعني سهله تقدر تعملها كل يوم عادي. بالظبط. طب لو بعد مثلا ما قعدت تعمل كده شهر وقلت لك يا عمر اعمل 10 ضغط و10 بطن معاهم 3 مرات ماشي عادي يعني يعني هتخلص في 5 دقائق 10 دقائق تخلصها بعد ال10 دقائق المشي. ايوه فهتعرف تكمل. ده اللي بحاول اقوله لك طول ما انت بتزود عليها بالراحه. لكن لو انت مره واحده المايند سيت بقى اللي انا ما بحبهاش بشوفها كتير اللي هي all or nothing. انا اما هعمل دايت مميت هتمرن 3-4 ساعات كل يوم مش هعمل اي حاجه غير ان انا هتمرن واظبط اكل واركز في كل حاجه انت هتقول لي عليها لمده شهر لمده شهرين بس بعد كده بوف مفيش. صح. مش هعمل اي حاجه. صح جدا. او لو مثلا اتصاب او عي او كده كل حاجه باظت. كل حاجه باظت طبعا. كل حاجه باظت. المايند سيت دي بتبقى دايما سايكل ما بتخلصش. يعني انت تركز شويه بعدين تقع بعدين تبتدي تحس انك انت متضايق ان انت وقعت ان صحتك مش مهتم بيها او انك تخنت سنه او انك بتتعب في السلم مثلا. فهترجع بعد شويه ضميرك يأنبك طب تقول طب ابتدي بقى اتمرن ابتدي اظبط اكل وبعدين تروح داخل اول اوت اول ان وبعدين تلاقي نفسك ايه كتير الموضوع كده بقى رخم لوب كده ما سايكل ما بتخلصش اندلس لوب. و90% من الناس اللي بتروح تتمرن في السايكل دي وهي مش حاسه.
الدايت اللي هو من غير اي حاجه، انا قافل عيش قافل مكرونه، باكلش حاجه اصلا. انا في ناس بيجي لي ما بتاكلش حاجه ده اصلا، بجد؟ بياكل يعني هبل، يعني ممكن يقعد يوم كله على بيضتين وحاجات كده. ده ازاي؟ ما هو عشان ازاي دي بيجي بعد وقت ويكولابس خالص ويفتح على الاخر. طبعا. ما هو الجسم مش مستحمل، الجسم مش معمول عشان تفضل تجوع فيه. أوف. كل بس اكل صحي، كل بس اكل ما يتخنش، آه. فاهم؟ فالفكره بتاعت اللي هي all or nothing دي، المايند سيت ده، انا بحاول اخلي الناس تشوف ان هو عمره ما نجح معاهم وبالتالي مش هينجح. صح. مش عيب فيك كبني ادم، هو عيب في الطريقه. صح. ابروتش مش مظبوط، لان انت جسمك مش هيستحمل الابروتش ده لمده طويله. صح. eventually في حاجه هتحصل، اوكي. يا اما انت هتزهق، هتتخنق، هتتحرق، هتتصاب، هتعيا. واول حاجه لما ده يحصل هتعملها ان انت هتبقى مش عايز ترجع له، مش تبقى عايز ترجع له طبعا، لان انت اتعذبت. صح. فاهم؟ صح. فدي مثلا من الاكزامبلز بتاعت المايند سيت اللي انا بشوف ان هي مش بتوصلك لحاجه كويسه ليك قدام. بس في بعض الناس عارف اللي هو بتبقى حاسه ان في، يعني بتبقى خايفه مثلا من موضوع البيرسونال تريننج ده بسبب ان هي خايفه تستغل، او خايفه اللي هو ماشي يا عم انت، يعني مثلا فور اكزامبل الراجل اللي هو كان عايز يتمرن جامد ده، هو مثلا ممكن من وجهه نظره اللي هو انت بتمرني بالراحه عشان افضل معاك بقى وافضل اجي اتمرن ومش عارف ايه وبتاع. فالناس ساعات يعني بتبقى مش شايفه اند الموضوع البيرسونال تريننج، يعني بتحس ان هو عارف اللي هو لايف تبقى عايزه النهايه السعيده فين. ايوه يعني النهايه السعيده بعد قد ايه بالظبط، يعني همشي امتى من هنا بالظبط، امتى هبطل اروح للبيرسونال ترينر يعني امتى. هو في ناس فعلا بتفكر كده، يعني مش هقول لك ان ده مش موجود، في ناس بتفكر كده، في ناس بتفكر اللي هو الاند ديت بتاعي هنا امتى. بالظبط. فلما بيلاقوا ان دي ملهاش اجابه فبيخلوها سيزونز. بالظبط. انا بقول لك الواقع اللي على الارض يعني. تتحول ان انا شغلتي بتبقى بالنسبه لهم سيزون. انا مش بهزر والله، انا بتكلم بجد. في سيزون افراح، في سيزون الساحل، في سيزون يعني هو ممكن يبقى بيرسونال ايفنتس اكتر. اوكي. هي سيزونز بالنسبه للشخص. اوكي. يعني انا تعالى اتفرج عليها في شهر 4 و5، انا ببقاش مش ملاحق، انا مش ملاحق والله بجد. شهر 4 اللي فات ده ما كنتش ملاحق. 4 و5 دول كانوا كارثه. 6 مفيش حد. 6 مش حد. 6 مثلا يعني نص الناس مثلا، اكتر من نص الناس مش موجوده. كله بقى راح الساحل، واللي ما راحش الساحل خلاص، ما هو اللي راح ولو مش هروح خلاص مش هروح. يعني هي سيزن. يعني لما الناس ما بتلاقيش الاجابه، اصل هي مالهاش اجابه، محدش بيسالها لي، محدش بيقول لي انا هبطل اجي لك امتى. بس هو جوه دماغه هو عارف هيوقف امتى. اوكي. هو عارف ان هو جاي مثلا عشان زاد 5 كيلو عايز ينزلهم. ايوه. بس ممكن ما يقولها ليش. او عارف ان هو جاي قبل الساحل ب3 شهور او شهرين، فهو عارف انه عايز ينزل لوزن معين عشان في الساحل بس ايه مايوه. ايوه. بس شكلنا وحش. انا بقول لك ده بجد، ده اللي بيحصل. ده هي. بس الناس بتتحرج تقولها. يعني ما حدش يخش يقول لي انا اخري الشهرين دول عشان بعد كده اروح الساحل. ايوه. هو مش هيقولها، بس انا ببقى فاهم ان انا فاهم انت كعمر وانا بتكلم معاك المايند سيت بتاعك عامل ازاي. صح. فلو انا شايف المايند سيت بتاعك ان انت شخص الابروتش بتاعك تمبرري، اللي هو انا جاي عشان شورت فيكس او كويك فيكس عشان امشي بعد كده، عشان هفضل مكمل في السايكل، ما اقدرش اقول لك ما تجيليش، ما اقدرش اقول لك ما تتمرنش معايا، ما اقدرش اقول لك ما تروحش تتمرن سواء معايا او مع غيري. بس اقدر اخليك تشوف ان ده عمره ما اشتغل وعمره ما يوصلك لحاجه في الاخر، لان انت بترجع للبوينت زيرو كل شويه. صح. يعني انت لما تخس 5 كيلو او 10 كيلو وبعد الصيف تزيدهم، وبعدين تخسهم، وبعدين قبل الصيف اللي بعده تخسهم بعد ما زدتهم، يعني انت عمال تعيد. صح. ترجع لبوينت زيرو، عمال تعمل بروجرس ترجع لبوينت زيرو، تعمل بروجرس ترجع لبوينت زيرو. المايند سيت دي انت مش بتتحسن فيها، مش بتتطور كشخص. بالظبط. صحتك مش بتتحسن. فاهم؟ صح. صح جدا. الهارت ريت بتاعك مش بيتحسن. اكيد. الريسبيريشن ريت بتاعك مش بيتحسن. ما دي هيلث ماركرز، هي دي اللي بتأدي ان صحتك تبقى كويسه او لا. صح. سيبك من الصحه، لو الصحه في ناس بتشوف ان هي مش مهمه، الشكل اهم. في ناس بتشوف ان الشكل اهم من الصحه كتير. اوكي. تمام، انا همشي معاك. الشكل، انت شكلك لو عملت ايه في شهر مش هيتحسن زي لو حطيت مجهود اقل لمده سنه. صح. مستحيل جدا. صح جدا. مستحيل.
يعني حتى اكلمك من ناحيه الشكل، لو احنا بنتكلم من الشكل البرسبكتيف بتاع ان انا عايز شكلي يبقى كويس، لو عملت ايه في شهر مش هتوصل لحاجه زي 6 شهور او سنه. مهما كان المجهود اتحداك، مهما كان المجهود اللي هتحطه في شهر استحاله يديك بروجرس في الشكل زي اللي ممكن تعمله في 6 شهور او سنه. حتى لو مجهود اضعاف المجهود. صح. استحاله، كان كله عمل كده. ما بالظبط، صح جدا. بس هو انت قلت ان فينا الناس السؤال ده بيبقى في دماغها بس ما حدش بيقوله. طب انت لو تسي لو انا جيت لك وقلت لك السؤال ده، يعني اجابه السؤال ده ايه؟ اللي هو انا همشي من عندك امتى؟ يعني امتى هبطل اجي لك، امتى هبقى مسؤول انا عن نفسي ومره انا نفسي اروح بقى الجيم يعني اللي هو عارف اللي هو بيسكلي بيبقى السؤال اكتر اللي هو امتى هبطل ادفع، فاهم؟ امتى ابطل ادفع فلوس؟ يعني وابقى انا بقى اللي هو بروح الجيم لوحدي. الاجابه حسب الهدف. يعني مثلا هديك مثل برضه عشان يفهمك. اوكي. لو انت جاي عشان تخس فانت مش محتاج مده طويله. اوكي. يعني انت ممكن من خلال مثلا 6 شهور لسنه انت ممكن تبقى فهمت المفروض تعمل ايه. مشكله انك انت تكمل لوحدك تماما. اوكي. لو انت ما بتعرفش تتحرك، ما بتعرفش تتحرك ازاي، ممكن تعمل حركه غلط. صح. دي مشكله. المشكله التانية لو انت طول الوقت من النوع اللي بيحب يعمل بروجرس، يعني مش ساتسفايد في حته معينه. اوكي. مشكله الفتنس ان هو طول الوقت دريفن باي ادابتيشن. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بمرن عمر، هحط على عمر ستريس الشهر ده. اوكي. الشهر اللي جاي ستريس بقى على عمر سهل، فلازم اصعبه شويه. لازم اصعب عليه التمارين، اصعب عليه العدات، اصعب عليه الاوزان. اقلل البريكس، ازود الاكسرسايزز في السيشن. يعني لازم ازود عليك نوع من انواع الضغط مع الوقت. صح. بالراحه، كل شويه ازود سنه او اصعب حاجه او اختار اكسرسايز اصعب شويه. فهي عمليه معقده جدا. اوكي. مع الوقت لو انت طول الوقت عايز تتطور كشخص. لكن لو انت هدفك عايز تخس وبس، انت مش محتاجني على طول. انت هتفهم الهابتس اللي انت محتاجها، هتفهم البيزك موفمنتس اللي انت محتاجها، وهتكمل بيها. هتمشي على نفس الفريم ورك اللي انا عامله معاك. بس مش محتاج تعمل اكتر من كده عشان تبقى صحتك كويسه. اوكي. لكن لو انت بقى عايز تطور الفتنس بتاعك، كونفرسيشن تانية. كونفرسيشن تانية خالص. اوكي. مش معنى لان انت الفتنس طول الوقت عايز اشوف عمر وصل لايه، طب نصعب له عمر هنا، طب دي مش ماشيه، طب نغير دي. تويكس. طول الوقت فيها تويكس. فالفتنس كونفرسيشن والصحه كونفرسيشن تانية. كومبيتيشن كونفرسيشن ثالثه. وجوه الكومبيتيشنز اللي انا بشوفها في جولز كتيره. في اللي داخل يكمبيت في حاجه عشان بس يبارتيسيبيت، مش فارق معاه يكسب، لو طلع الاخير يبقى مبسوط. وفي اللي داخل عايز يكسب ولو ما كسبش تبقى بالنسبه له مشكله. وفي اللي داخل عايز يبقى في ترتيب كويس. فاهم؟ في اي كومبيتيشن. يعني بنشوف كروسفيت، بنشوف الهاي روكس، بنشوف التراياثلونز، بنشوف الماراثونز، بنشوف حاجات كتيره الناس بتخشها. المايند سيت بتاعك في الكومبيتيشنز مهم يبقى واضح من الاول انت عايز منها ايه. اكيد صح. هل هي بتضرك ولا بتنفعك؟ اوكي. يعني ده كونفرسيشن تانية. المايند سيت بتاعك واقعي ولا لا؟ يعني ايه بتضرك او بتنفعك؟ هديك مثل يعني من الحاجات اللي انا بشوفها. واحد مثلا يبقى عنده مشكله في الهيب ومشكله في ركبته، ويقول لي انا داخل اجري ماراثون 20 كيلو ولا 21 كيلو. ليه؟ هتكسب ايه؟ مش هكسب حاجه بس هتبسط. طيب هل انت ركبتك والحوض بتاعك هيستحملوا انك تتمرن عشان تعمل الريس ده؟ هو عارف ان الاجابه لا، بس هو عايز يخش الريس ده ويعمله مثلا. انا بشوف ان المايند سيت دي غلط. مش عشان انا شايف كده، عشان انت هتتاذي. صح. كروسفيت بشوف ناس كتيره بتتاذي منها. بجد؟ كروسفيت لو انت مش كيبل ان انت تخلص الايفنت او الكومبيتيشن وتطلع منها سليم وكويس وقادر تتمرن بعدها بيومين 3، يبقى انت داخل بمايند سيت غلط او داخل على حاجه هتاذيك. فالفكره مش ان انا اخش ريس او اخش مثلا حاجه زي هاي روكس وبعد كده اقعد 6 شهور جسمي كله وجعني. يعني ايه الفايده في كده؟ يعني انا ضد الكومبيتيشن لو انت مش هتستفيد منها. لو انت مش هتفيدك فاينانشالي، مش هتفيدك في شغلك، مش هتفيدك صحيا، هتضرك صحيا، صح، يبقى مش كويسه، مش مناسبه ليك. صح. يعني مش اي حد
يقول لك خش الكومبيتيشن دي عشان تبقى جامد، يبقى ده كويس ليك. صح. يعني انا من الناس اللي في اول الكارير بتاعي في الرياضه كنت بخش الكومبيتيشنز حلاوه روح، اكتشفت ان ده غلط. بخش ليه؟ يعني لازم تسال نفسك سؤال، انا داخل ده ليه؟ هستفيد منه ايه؟ طب هيضرني ولا لا؟ طب لو هيضرني هل ورث ان انا اخش؟ يعني لو انا مثلا حد جه قال لي مثلا، اديك مثال يعني صغير، لو انا حد جه قال لي هديك مثلا 100,000 جنيه وتخش ريس هاي روكس اللي جاي في اسبانيا، ماشي. هخش. هتكسب. هكسب منها فلوس. حاجه على نفسي يعني. ماشي بس في فايده. بس في فايده. هكسب فلوس. انا محتاج الفلوس. اوكي. لو انا بقى قلت لك تعالى اجري، هتتمرن 6 شهور موت عشان تخش سباق. ماشي. وبعدين بعد ما تروح السباق هترجع مصاب وتقعد تتعالج 6 شهور تانيين ومش هتكسب فلوس وهتصرف عليها عشان تروح. هتروح؟ لا. روح ليه طيب؟ بالظبط كده. اجري هنا جنب البيت وخلاص. اجري على قدي يعني، على قد اللي يخليني تاني يوم سليم وقادر اقوم امشي واروح شغلي يعني فاهم؟ ده هي. يعني الكلام اللي انا بقوله ده هيضايق ناس. انا بكلمك انا عارف انه هيضايق ناس، بس هي دي ده اللي انا شايفه وده اللي بشوفه بيحصل للناس. انا بشوف ناس راجعه من هاي روكس مش قادره، كل حاجه وجعاها، مسكين هنا ومسكين هنا ومسكين هنا. وناس بتتمرن بتخش حاجات زي كروسفيت، مش كروسفيت بس بيخش حاجات فانكشنال كومبيتيشن، فانكشنال فيتنس كومبيتيشنز. هل انت مؤهل تعملها وتطلع منها كويس؟ دي اجابه عند كل واحد مختلف. صح. يعني مش كل الناس يقولوا مش كل الناس يقولوا لا. اكيد. بس لو انا هطلع منها مش سليم، مش مستفيد منها اي حاجه، مش هكسب، مش هتبسط، هتصاب، يعني هنضيع وقت. صح. وصحه. فاهم؟ صح. فبرضه دي من الحاجات اللي المايند سيت فيها مهم يبقى واضح انت داخلها عايز ايه. لكن لو هتخش تتبسط وهتكسب فلوس، او هتخش تتبسط وهتطلع سليم مش هتيجي عليك في حاجه وانت مبسوط، جو فور ات، ليه لا؟ اوكي. فهي حسبه يعني. اوكي. بس قصدك ايه بتطلع سليم دي؟ يعني اصل انت ممكن تتصاب يعني في اي كومبيتيشن حتى لو انت جاهز، يعني قدر الله يعني. بس في حمل في كل حاجه. يعني لو انت كل يوم بتجري كيلو وجيت قلت لك يا عمر انت تجري 30 كيلو في سباق بكره واتصبت، ده مش عشان انت يعني ان دي ظروف حاجه من عند ربنا. أوكي. لا ده اسباب. أوكي. انت متعود تجري كيلو، بقيت تجري 30 كيلو فجاه كده، ولا لازم اتمرن لها؟ لازم تتمرن لها. لازم اتمرن لها. صح. فلو انت متعود على حمل معين وجيت انا فجاه قلت لك الحمل بدل ما هو كده هتخش كومبيتيشن تدوس على نفسك فيها وتحاول تسبق اللي جنبيك بحمل كده، ايه اللي هيحصل؟ بنسبه كبيره هتصاب طبعا. هاي ريسك. اكيد. يعني هاي ريسك، الا لو دي شغلانتك، الا لو ده اكل عيشك، الا لو دي حاجه بتكسب منها فلوس. زي ما قلت لك لو انا داخل ريس وهكسب منه 100,000 جنيه هتمرن له واعمل مثلا يعني عشان هكسب منه فلوس. لو انا هتبسط ومش هتصاب وهطلع منه سليم وتاني يوم اصحى الصبح اروح التمرين عادي بعد الريس ده او بعد الكومبيتيشن دي، هعمل كده. طالما هي مش بتأثر عليك في حياتك بشكل سلبي وعلى صحتك او على جسمك، احساسك بجسمك، وهتبسطك اعملها. صح. بس لازم المايند سيت بتاعك واضح، انت داخل تعمل ايه. صح. لازم يبقى في هدف بيزيكلي من الحاجه اللي انت بتعملها دي، وتبقى قايسها. يعني عارف ان انت داخل بالهدف ده بالظبط، وانت مثلا مؤهل انك تعمل الهدف ده والظروف كانت مناسبه انك تعمل الهدف ده. فاهم؟ صح. مش مثلا انا ما عنديش وقت اتمرن اصلا وحاجز سباق بعد 6 شهور واقعد 6 شهور ما اتمرنش وبعدين اروح السباق. طب ما يحصل لي حاجه. فاهم؟ نسبه ان يحصل لي حاجه عاليه جدا طبعا. فاهم؟ طبعا. فمهم المايند سيت بتاعي يبقى منطقي مع اللي انا عايزه. فاهم؟ يعني مثلا برضو من الحاجات اللي بشوفها كتير، انا عايز اخس، حاولت كل حاجه عشان اخس وما بخسش. طيب انت مثلا بتاكل ازاي؟ بياكل كل حاجه بس كميات، يقول لك باكل قليل بتاع بس بيتزا وبرجر ومش عارف ايه. طيب بتتمرن؟ لا. طب بتتحرك؟ لا. طب بتنام كويس؟ لا. طب بتشرب ميه؟ لا. طب بتقف في الشمس؟ لا. طب عايز تخس ازاي؟ صحتك كلها مدمره عشان تاكل كميات صغيره قصاد كل ده. انت شايف ان انت المفروض تخس وما بتخسش ليه؟ انك مش واخد بالك من جسمك. فاهم؟ يعني لازم دايما المايند سيت تبقى منطقي موضوعي ماشي مع اللي انا بعمله. اوكي. واقيس الحاجه، يعني انا هعمل ايه وهاخد ايه. اوكي.
من ورا كل حاجه بنعملها. انا بشوف ان دي حاجه مهمه، ان انت تبقى عارف انت عايز إيه من ورا المجهود اللي انت بتعمله، والمجهود اللي انت بتعمله فعلا هيوصلك انت واخد بكل الفاكتورز، ولا انت داخل اللي هو فاكر ان انت عامل كل الفاكتورز. دي حقيقة اتفق معاك جدا. بس يعني احنا كده ممكن يعني ممكن نقول ان المايند يعني ان المايند سيت let's say ممكن نقول عليها الكوربتد مايند سيت let's say معظم الوقت بتبقى جايه من الميس انفورميشن. يعني ممكن نقول ان الميس انفورميشن هي الروت اوف الكوربتد مايند سيت. مش عارف دي بتبقى سببها ان هو فاكر ان دي الطريقه الوحيده، ولا من كتر ما هو بقى باترن بقى هابت. يعني فاهم؟ اوكي فاهم قصدك. يعني عمري ما فكرت فيها بالطريقه دي، يعني عمري ما فكرت فيها ايه سبب ان هو بيفكر كده، بس انا بحاول اوصل معاه بقى، امشي معاه بقى، اخد معاه السكه الاخيره. طب انت عملت كده، طب تعالى، طب لو عملنا كده تاني ايه اللي هيحصل؟ هبطل اجي، هبطل اعمل دايت. طب لو بطلت ايه اللي هيحصل؟ هتخن تاني. طب هو ده اللي انت عايزه؟ لا. طب نعيد بقى، تعالى نعيدها من الاول. طب ما تيجي نعملها كده توصلنا، لو عملنا كده توصلنا لايه؟ هعرف اكمل. طب لو عرفت تكمل هتخس. طب لو خسيت هبقى مبسوط. طب لو بقيت مبسوط صحتي هتبقى احسن. طب ما تيجي نشوف الروت ده. فاهم؟ يعني انا بمشيها روتس، بس كل حد بقى ممكن يبقى عنده سبب. يعني واحد اتعلم كده ما شافش غير كده، واحد جابت معاه نتيجه فكان فاكر ان هي دي، وان هو وقف عشان العيب منه. بالظبط. يعني كل حد ممكن يبقى عنده اكسبيرينس مخليه يفكر في الموضوع بطريقه، بس انا بحاول اخليك تشوف الصوره. ناخد مع بعض الروت اللي انت عايزه كده ونشوف هنوصل لايه في الاخر. اوكي فاهم؟ فهمت قصدك. يعني ممكن نقول هي ميكس اوف ميس انفورميشن على expectations على شويه past experience، يعني ميكس من شويه. بص احنا طبعنا مستعجلين. يعني كلنا صح. يعني انا اي حاجه عايزها في الدنيا انا مستعجل برضه. انا عندي نفس المشكله. يعني لو مثلا عايز اوصل لحاجه انا عايزها بسرعه. يعني ده باترن طبيعي في مخنا، احنا عايزين حاجه بسرعه. صح. بس لما تفكر فيها بالراحه، الاستعجال ده هيخليني لونج تيرم ما اكملش اصلا. فانا بعمل عكس الاستعجال. صح. فانا مهمتي ككوتش اوريك ان الاستعجال ده هيوقعك. لازم اسالك واخليك تفكر ان انت تشوف بنفسك ان الاستعجال ده وصلك ليه قبل كده. فاحنا مش عايزين نكرر نفس السايكل تاني. صح. فاهم؟ ان لو انت فعلا مستعجل امشي بالراحه عشان تكمل. صح. لان انت لو جريت هتتعب في نص الطريق بيسكلي يعني. بالظبط. فانا بحاول بس اوضح له المفاهيم دي، احاول اوصل معاه لميدل جراوند، اللي هو انت شايفها كده انا شايفها كده، طب ما تحاول تشوفها بطريقتي شويه، طب تعالى نمشيها حاجه في النص ونجرب. وانت لو لقيت الطريقه بتاعتي شغاله نكمل، يعني ليه لا؟ فاهم؟ صح. حاجه هتفيدك تخليك مكمل اكتر. بالظبط. انا اللي بخليني اقول ان الميس انفورميشن بارت من الموضوع ان يعني ممكن نقول بحس ان الكوميرشال في ناس، يعني في ناس كتير بيخلوا الموضوع كوميرشال قوي، فيقعد يقول لك لا تعالى معايا وتخس مش عارف ايه في الشهر وتبقى فورمة الساحل وبتاع الحاجات دي. فبحس ان الحاجات دي كلها بتدي ميس انفورميشن للناس، بتخليهم اللي هم عندهم اكسبكتيشنز عاليه قوي، واللي هو بيخليهم يفتكروا ان في كويك فيكس واللي هو في حل سريع بسيط. بس الحقيقه ان الحاجات دي كلها مش حقيقيه، مش واقعيه، مش كونسيستنت بيسكلي يعني. انت هتدخلني في موضوع شائك جدا. صح. الموضوع ده شائك قوي. انت دخلتني في حته الكوتشز. انا بايست جدا يعني للشغلانه بتاعتنا، بس بشوف ان هي مش واخده حقها، وان السبب ان هي مش واخده حقها احنا. ايوه. لان احنا قللنا من نفسنا. الكوتشز بيقللوا من نفسهم، ان انت مش بتتعلم كفايه. صح. مش بتشتغل على نفسك كفايه. صح. مش رول موديل كفايه. بتعمل حاجات ان اثيكال. صح. الفيلد مش معلهوش سوبرفيجن. مفيش حاجه. يعني عارف انت بيقول لك ايه، الانتري سهل. ايوه. اي حد ممكن يصحى الصبح بكره يبقى كوتش. ده هي. ودي مش حاجه حلوه. يعني بره مصر الموضوع دوت مش سهل انك انت تبقى سيرتيفايد بيرسونال ترينر او كوتش او كده في مكان ليها يعني
اصعب من عندنا، اوف اصعب من عندنا شويه. يعني احنا عندنا الموضوع سهل قوي، احنا اي حد بكره ممكن يبقى كوتش اوف وينزل يمرن ويقول للناس تعمل ايه وكده حتى طب لو ده غلط. بجد؟ احنا ما عندناش حد يقول يعني انت وانس ان انت هايرد خلاص مفيش حد يقول انت تنفع او لا. اوف فانا بشوف ان الكوتشز المفروض يبقى ليهم فاليو عن كده. مم. انا بتعامل مع اجانب كتير، مم. كوتشز اجانب كتير، مم. عشان انا امباسدر لشركه اسمها اوبكس فيتنس. اوكي الشركه دي من الليدنج كومبانيز في ال1 تو 1 تريننج، يس ريموتلي وان بيرسون، مم. يعني سواء بيرسونال تريننج او ريموت اونلاين. اوكي فهم دايما بيحاولوا يكبروا الفاليو بتاع الكوتش من خلال ان انت تبقى متعلم كويس، اوكي وبيركزوا على ان الكوتشز تبقى متطوره ومتعلمه ومذاكره وفاهمه وقاريه وكل صح. الكلام ده. وبيركزوا قوي على ان انت ككوتش يبقى الفاليو بتاعك عالي زيك زي الدكتور. الكوتش مش اقل من الدكتور، صح جدا مش اقل من الدكتور، مش اقل من المهندس صح في جدا كل البلاد المتحضره ومتقدمه. احنا عايزين نبقى كده، مش عايزين نبقى اقل من حد. لان الكوتش، انا بشوف ان الكوتش اهم من الدكتور. مم. لان انت لو بتتمرن مع كوتش كويس مش هتروح للدكاتره بنفس فريكونسي، دي حقيقة هتروح اقل بكتير. ده definitely بس الدكتور محطوط في مكانه، الكوتشز محطوطه في مكانه تانية خالص. صح. مع ان انت لو بتروح لكوتش كويس مش هتروح لدكتور، يعني مش هتحتاج دكتور اصلا. هتروحوا مره في السنه مثلا بدل 5 بدل 10. مم. طب ما تعمل كده. يعني ليه بنشوف الكوتش ان هو حاجه صغيره؟ مم. يعني ده سيريس توك شويه. دي حقيقة. بس انا ما بحبش فكره ان الكوتش كابتن بقى وصفاره واعمل ايه يا كابتن. لا الكوتش ده حاجه على فكره كبيره. يعني مم. في اي بلد يعني انا سافرت ولفيت وعملت كورسز بره، لا الكوتش ده حاجه ليها هيبتها يعني. مم. بس احنا ما نقللش من قيمتنا، يعني احنا نتعلم ونبقى مذاكرين وبنطور نفسنا وطول الوقت بنشتغل على نفسنا ونحترم شغلانتنا صح. عشان الناس تحترمنا. صح. انا بشوف ان احنا مش واخدين احترامنا اللي احنا نستحق. مم. الفيلد بتاع الكوتشز، لا انا بشوف نفسي زي الدكتور، صح. ممكن احسن او اهم. مم. مش عشان الدكتور وحش او مش مهم، بس عشان انت ممكن عارف انت البريفنتيف هابتس. ايوه التمرين ده بريفنتيف هابت ان انت تحتاج تروح الدكتور. صح. فليه الناس ما تشوفوش كده؟ صح جدا. يعني ليه انا بروحش للكوتش غير عشان اخس 5 كيلو وامشي؟ مم. فاهم؟ مم. يعني مش لازم يحصل مصيبه عشان اروح الدكتور عشان اعرف ان انا لازم اتمرن. يعني دي بقى اقول لك بقى ده اكزامبلز بقى كتير. ده بجد؟ انا بيجي لي ناس، مش عايز اقول حاجه واضحه يعني، بس ممكن يجي لي حد بكيس هو جاي عشان الدكتور قال له لازم تتمرن عشان جاله حاجه لو ما اتمرنش هيتضرر اكتر، هيتعب صحيا. اوف ده وصل يعني في مرحله وحشه. ماشي. طب تعالى بقى نقلب الايه. طب لو انت بتتمرن من الاول كان ممكن حاجه دي ما تجيلكش. دي حقيقه. فاهم؟ كان ممكن تجيلك برضه. مفيش، بص التمرين ما بيضمنش الصحه. صح. يعني عمرك انت لو بتتمرن، يعني في ناس بيجي لها حاجات بتتمرن كل يوم واخده بالها من صحتها وكل حاجه، بس دي بايد ربنا. يعني في الاخر الصحه مش بايدينا، بس في اسباب ممكن نعملها. بالظبط. يعني ممكن نشتغل على اكلنا ونشتغل على صحتنا صح. وننام كويس ونشرب ميه كويس ونحاول نبقى بناخد بالنا من نفسنا. بالظبط. يعني ده في ايدينا. مم. هيجنبك كتير. انا بيجي لي ساعات ناس اللي هو مثلا كوليستروله عالي، مثلا قولون عصبي، أوف. يعني في مشاكل، ضغط عالي، يعني مشاكل كتيره ممكن تيجي لحد. هيبقى جزء كبير من الحل بتاعها جنب الادويه طبعا ان هو يتمرن. فاهم؟ صح. فسواء انت رحت قبل المشكله دي او بعد المشكله دي، هو التمرين هيحل لك جزء كبير من المشكله. فاهم؟ مش التمرين بس، يعني اجود لايف ستايل عامه. بالظبط. ان انت تبقى بتتحرك في يومك، تاخد بالك من اكلك، تاخد بالك من صحتك. صح. فاهم؟ دي حقيقه. يعني فعشان كده انا بشوف ان الفاليو كوتش حاجه مهمه، مش حاجه المفروض تبقى بتتعامل معامله ان انا اروح شهر عشان اخس كام كيلو وامشي. دي حقيقه. لا انا انفست في كوتش بتاعي، انفست في الشخص اللي انا هبقى معاه. لان ده ثقه كبيره قوي ان انت مثلا عمر تيجي تقول لي انا عايزك تبقى كوتش بتاعي. انا عايزك تبقى كوتش بتاعي وانت اللي تحط لي التمرين تقول لي اعمل ايه. ده انفستمنت كبير وثقه كبيره. صح. فاحنا ككوتشز مطلوب مننا ان احنا نبقى مسؤولين عن ان احنا نبقى دايما اب تو ذا ستاندردز. لو انت عايز فعلا ان القيمه بتاعه الكوتش، يعني انا عايز كده، يبقى لازم ابقى اشتغل على نفسي. صح. لازم ابقى طول الوقت بطور نفسي وببقى عايز ابقى احسن عشان اعرف افيد الناس،
عشان الناس تشوف فعلا الفاليو بتاعي. صح. لكن لو انا معلش باكل اي كلام وما بتمرنش وما بعملش اي شهادات وما بتعلمش حاجه من بالظبط حد وما اطورش نفسي، ما اتضايقش بقى لما الناس تقول لي معلش يعني كابتن انا عايز اخس 3 كيلو اعمل ايه؟ فاهم؟ يعني ايوه يعني بالنسبه لي لا، انا مش بتعلم كل ده عشان اعمل دي بس. لا، ايوه انا هاخد بالي من صحتك كلها، خليك تتطور، خليك تتحسن، خليك توصل للاهداف بتاعتك اللي ليها علاقه بصحتك وشكل جسمك والفتنس بتاعك. صح صح جدا. باختصار يعني انا بحاول اللي هو ابسط الموضوع يعني. دي حقيقة. انا اكشلي يعني اللي انت لما قلت مثلا اللي هو ان في ناس بتتمرن وبتتعب عادي، فكرتني اللي هو عارف مثلا اللي هو انت المفروض انت تتوكل على ربنا مش تتواكل. فلو تتوكل على ربنا اللي هو انت تعمل اللي عليك وتخلي بالك من نفسك، وبعد كده لو جالك الحاجة خلاص يعني دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. بس اللي هو مش انت تكون بتاكل برجر كل يوم وبتتمرنش وتقول ايه ده انا جاي ضغط مثلا فور اكزامبل، ما انت يعني وتقول ان ده من عند ربنا. لا هو اكيد من عند ربنا، بس انت برضو انت في حاجات في ايديك انت كنت يعني ضيع يعني بوظت خالص فيها يعني. بصراحه لما قلت الحته دي افتكرت قوي الموضوع زي ده. بالظبط انت لما تخش مشروع، المشروع ده محتاج 100 مليون جنيه وانت معكش غير 100,000 جنيه. اه لو مشروع خسر هيبقى الموضوع غلطة مين؟ غلطتك. غلطتك انت داخل مشروع مش معاك فلوسه اصلا. ده فاهم؟ فما تقولش لا انا خسرت ليه؟ انت داخل اصلا على حاجة انت مش قدها، انت بالظبط. بعيد خالص عنها. فاهم؟ صح. فهو التمرين نفس الحاجة، ما تطلبش من نفسك حاجة بعيدة خالص وبعدين تزعل لما ما تحصلش. فاهم؟ دي حقيقة. حط ستاب صغيرة، لما تعملها حط ستاب تاني. صح. بس يبقى في كويك وينز. يعني انا مثلا انا بشتغل كتير قوي مع ناس اقول له في خلال شهرين 3 هنخس مثلا 5 كيلو 7 كيلو اوكي. ونعمله. اوف. نحط جول تاني بقى، اوكي. اهو تعالى جربناها في حاجه صغيره. اوكي. طب ما تيجي بقى نحط جول احلى. ما تيجي بقى نحط جول شكل جسمك يبقى احلى شويه، اوكي. تبقى عندك طاقه اكتر تلعب مع اولادك، تبقى عندك تركيز احسن وثقه اكتر في شكل جسمك وفي تركيزك وفي الطاقه بتاعتك، تحس انت اقوى. فاهم؟ صح. يعني تعالى نحط حاجه اكبر من كده شويه. فاهم؟ اوكي. يعني انا بديك اللي انت عايزه، بس بعد كده ابتدي افتح عينك على حاجات تانية. صح. فاهم؟ ايوه. فبحاول اللي هو نبقى زي ما بقول لك نوصل لميدل جراوند. اللي هو طب تعالى عمر انت عايز تخس 5 كيلو ودول اللي فارقين معاك، تعالى نخسهم، بس بعد كده عايزين تحط هدف احسن شويه، اوكي. اكبر شويه. فاهم؟ صح. فده برضو من الابروتشز اللذيذه، ان انت برضو تبقى عندك مايلستونز. يعني انت عندك جول كبير مثلا، انت عايز صحتك وشكل جسمك يبقوا حلوين، طب تعالى نحط مايلستون ان احنا الشهرين دول عايزين كذا، الشهرين دول عايزين كذا، الشهرين دول عايزين كذا، الشهرين دول عايزين كذا. بس برضو من المايند سيتس الوحشه ان انت باصص للجول الكبير، ولو ما حصلش بعد شهر انت فشلت، انا مش هتمرن تاني ولا هعمل دايت ولا هتمرن وعلى ابوها. يعني دي فاهم؟ ايوه يعني دي هي دي برضو يعني اللي هي all or nothing mindset دي، اللي هي انت عايز انا هعمل كل حاجه بس في اللحظه اللي احس فيها ان انا ما وصلتش خلاص كل ده هرميه، مش هعمل منه اي حاجه. دي حقيقة. ما هي صحتك انت. بالظبط. فاهم؟ بالظبط. اكشلي يعني الموضوع اللي انت قلته ده يعني بتبقى في كل حاجه، اللي هو ان انت تقسم الحاجه لوينز صغيره. حتى انا بشتغل في الشغل مثلا لما باجي ديفلوب مثلا نيو فيتشر، انا اللي هو مش بركز اللي هو النيو فيتشر يلا بقى عايزين نطلعها اخر الاسبوع، لا اللي هو بقسمها اللي هو انا 1 اعمل كذا الاول، 2 اعمل كذا، 3 كذا، 4 كذا. فاللي هو كل يوم بعمل تشيك مارك على حاجه انا خلصتها، فاللي هو بتحس اصلا بيديك احساس ان انت في بروجرس، انت بتتحسن. بس اللي هو لو فضلت اللي هو المين جول بس البروجرس مش هتحس بيه، لان هو لسه قدام، لسه بعيد. الغريبه يا عمر ان كل الناس اللي عندها المايند سيت اللي هي بتاعت الكويك فيكس والشورت كاتس دي، هي نفس الناس بتعمل العكس تماما في شغلاناتهم. بالظبط. هو يعني مثلا مهندس، هو عارف ان مايلستون زي ما انت بتقول ان في ستيبس، ان عشان اوصل لازم ابني واحده واحده، ان انا عايز حاجه سستينبل لازم اعمل حاجه انا قدها. هو بيطبق ده بس في حاجه تانية. فاهم؟ انا مثلا بالنسبه لي الماركتنج انا فيه مش
اعتبر نفسي بيجنر في الماركتينج أوكي. وفي السيلز والحاجات اللي Yes. هي اللي ليها علاقه او يعني مش بيجنر بس بتعلم طول الوقت يعني. اوكي. فانت دايما بيجنر في حاجات وانترميديت في حاجات وادفانسد في حاجات. يعني انت مثلا في البروجرامينج بتاع الابلكيشنز غير مثلا في الماجيك غير في البودكاست غير دي في حقيقة. يعني كل رول في حياتك انت ديفلوبت الليفل فيه. دي حقيقة. فانا ممكن يبقى عندي ناس فاهمه كويس قوي بروجريشنز والحاجه بتتحقق ازاي في حاجات تانية، اوكي. بس لما يجي للفتنس اديني البرشام انا عايز شهر ابقى واحد تاني، مع ان هو فاهم ان المواضيع ما بتمشيش كده، بس هو اتعود ان التمرين انا جاي اخس شويه دول عشان ارجع بس كده وبعدين ايه نروح الساحل وبعدين نبقى نتكلم. بالظبط. ممكن نقول اكشلي جات لي يعني في صوت جات لي دلوقتي اللي هو احنا ممكن نقول ان انت لو مش قد التمرين بلاش تتمرن. يعني لو انت مش قد ان انت تروح الجيم بلاش تروح الجيم. تقفلهم قوي كده صح. لا يعني ممكن تقولها بطريقه تانية، ممكن تبقى اعمل اللي تعرف تكمل عليه. يعني دي الطريقه اللي انا احب يعني تتقال كده. لو انت بالنسبه لك الجيم مجهود فظيع ما تروحش الجيم. صح. عايز تمرن من البيت مرن من البيت، عايز تمشي على روتين مشي معين تمشي عدد دقائق معينه كل يوم وتزودها. عايز تعمل حاجات في البيت، عايز تمشي على يعني كل حد عنده بريفرنس. في ناس تحب تاخد العجله تمشي بيها شويه، في ناس تحب واحده تجري تعوم. يعني في اوبشنز كتيره، بس انا بشوف ان انت كبني ادم محتاج تبقى بتعمل نوع من انواع السترينث ونوع من انواع الكونديشننج على مدار الاسبوع. يعني ما تبقاش كل يوم بتجري بس، ما تبقاش كل يوم بتشيل حديد بس، يبقى في ميكس من الاثنين. لو انت بتحب مثلا تلعب بادل ممكن تاخد ان دي هي الكونديشننج هابت بتاعتك، الحاجه اللي منهك فيها. مثلا تحب العجل ممكن تاخد ده الكونديشننج اسبيكت بتاعك. فاهم؟ صح. بس لازم يبقى في سترينث برضه. يعني لازم يبقى في حاجه تقوي العضلات بتاعتي، تقوي المفاصل، بتخلي انجري بريفنشن عالي، بتخلي انرجي احسن. ده ليه بنفيتس وده ليه بنفيتس، الاثنين مهمين. صح. بيكملوا بعض. ما ينفعش ابقى بعمل جيم بس وما بنهكش خالص، ما ينفعش ابقى بنهك بس وما بعملش اي ريزيستنس تريننج خالص. ده حقيقي. الاثنين هيفيدوني صحيا. بالظبط. انا خليني اقول كده في الاول برضو لان انا يعني انا شخصيا بقالي فتره يعني انا عندي فكره ان انا عايز ارجع اتمرن تاني، بس حاليا انا عارف ان انا دلوقتي مش هقدر ابقى سستين. يعني انا عارف دلوقتي ان انا دلوقتي مشغول في كذا حاجه، مسؤول في كذا حاجه، بودكاست والشغل وبتاع وكذا حاجه تانية. فانا عارف لو انا دخلت الجيم هصدمه، عارف اللي هو مش يعني هضحك على نفسي، عارف اللي هو حلو انك تبقى عارف ده. حاول تمسك في حاجه صغيره وما تسيبهاش. يعني مثلا بيعدي على الناس فترات هم عارفين انهم مش يقدروا يلتزموا في الجيم، بس ممكن حاجات معينه اعرف افضل ماسك فيها بحيث لما اجي ابتدي ما ابداش من الصفر خالص. يعني مثلا انت قلت قدامي الموضوع ده قبل كده، تلعب ضغط وبطن في البيت. دي حقيقة. بتنزل ساعات تجري. امسك في دول. امسك فيهم. امسك فيهم على قد ما تقدر، يعني ما توقفهمش. لحد ما يجي وقت تقدر تزود عليهم. احسن ما تبتدي من الصفر وتقعد مثلا 6 شهور ما بتعملش حاجه خالص، ولا بتجري ولا بتعمل بوش ابس ولا بتعمل سيت ابس، ما بتعملش اي نوع من انواع الاكسرسايز، وفجاه عايز بقى تعمل. هتبتدي من اني بوينت في الحالتين؟ لما تبقى بادئ من البوش ابس والسيت ابس احسن لك من تبقى بادئ من ولا حاجه. صح جدا. فامسك في اللي تقدر تمسك فيه. ده السستينابيلتي اوف هابتس، ان انت تعرف تبني عليها مع الوقت. فهمت قصدك. versus ان انت تبقى دايما from scratch او from zero. فهمت قصدك جدا. طب انت قلت حاجه في الاول خالص الصراحه شدت انتباهي جدا، كان بالنسبه لي يعني حاجه استغربتها الصراحه. انت قلت كل اكل ما بيتخنش. يعني هل في اكل ما بيتخنش؟ بص في الاخر هي كالوري انتيك versus بيزل ميتابوليك ريت. يعني انت بتاكل قد ايه، جسمك بيحرق قد ايه في اليوم.
يعني زي العربيه، انت مثلا بيخش لك بنزين قد كده اوكي. وبتحرق قد كده، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في زياده. كالوريز زياده، هتتخن. اوكي. طب لو انت بتاكل قد كده وبتحرق قد كده، هتمنتين. امنتين. طب والعكس، لو كده، كده. لو انت بتاكل اقل من اللي بتحرقه هتخس. اه. فهي اللعبه كده. امم. فانت كل حاجه بتدخلها جسمك فيها عدد كالوريز، وفيها جرامز اوف بروتين وكاربز وفاتس على حسب يعني الاكل. في حاجات فيها بروتين، في حاجات فيها كاربز، في حاجات فيها فاتس، في حاجات فيها حاجتين. يعني مش عايز اخش في تفاصيل قوي، بس انت في الاخر عايز ايه؟ لازم يبقى الانتاج بتاعك equivalent للي انت محتاجه بالنسبه للحرق عشان يحصل الهدف بتاعك. صح. يعني لازم يبقى اقل من الحرق لو انت عايز تخس. فاهم؟ فهمت قصدك جدا. فالاكلات هي بقى اللي بتخليك بناء عليها تختار انت عايز تاكل ايه. يعني لو انا عايز اخس اوكي. مثلا، وعارف ان انا ما ينفعش مثلا اعدي مثلا عدد كالوريز معينه، فباكل سلطه، باكل حاجه خفيفه عشان عارف ان انا مش عايز حاجه فيها كالوريز عاليه. اوكي. مش هخش اكل مكرونه فهمت لان دي قصدك. هيبقى فيها كالوريز عاليه فهتخن. صح. فاهم؟ صح جدا. فهي حسبة كالوريز اوكي. يعني، عشان ده الشورت انسر بتاعت الموضوع يعني. اوكي. فهمت قصدك. طب سؤال يعني سريع. انت you mentioned قريت البيت عنه شوية في الأول. انت قلت ان طبيعة الواحد ان هو بيسكلي، لو يعني العقل، يعني طبيعة العقل ان هو بيسكلي لو هو شاف ان في حاجة painful مثلا بالنسبة له بيبقى دايما عايز يهرب منها. فتقريبا ده يعني this is the case mostly مع اي واحد لسه بيبدأ الجيرني بتاعته في الفتنس اصلا. يعني حتى اكشلي لو بيعمل حاجات بسيطة بس ستيل هو بالنسبة للعقل اكشلي دي حاجات uncomfortable جدا. فازاي المفروض الواحد يتعامل مع السيتويشن زي ده عشان يعرف let's say pass المايلستون دي؟ لان هي once you pass المايلستون دي عقلك هيبقى اللي هو خلاص اتعود، فهتعرف تبيلد بقى اللي هو الهابت ان انت تروح الجيم. ان انا ما اخليش اليوم مأساة بالنسبه له، يعني يمشي منه كويس ويمشي على رجليه، اوكي. ورجله ما تبقاش شاده لدرجه ان هو مش عارف يقف. ما يقعدش كتير في الجيم، يعني اخلي الاكسبيرينس بتاعته لذيذه. نهزر، نتكلم، ما يبقاش كله قفش. اوكي. يبقى جاي مبسوط. انا ما احطش عليه ضغط زياده، ما مرنوش تمرين صعب من اول يوم. يعني الموضوع يبقى اولا يبقى الموضوع فريندلي. ابقى دايما بسمع، انا بحب اسمع الشخص قوي. يعني مثلا انت قلت لي انا ما بحبش الجهاز ده، خلاص هشغل لك العضله دي بطريقه تانية. تعال نعملها هنا، تعال نعملها بدي. اوكي. هشغلك برضو بس تبقاش انت متذنب. مش لازم يبقى تعذيب. احنا عندنا مسكونسبشن المدرب ده بيعذبك. هو انا راح اتعذب عشان اخس شويه دول. هي مش كده يعني. هو ده حد بيساعدك على فكره. صح جدا. ده بيساعدك تبقى احسن وشكلك احسن وصحتك احسن. فلازم نبص الموضوع بمنظور اكبر شويه. فاهم؟ مش لازم يبقى الكابتن بصفاره وشورت وبيجريك بس واجري هناك وتعالى وما يسيبكش تستريح. احنا عندنا كده ايمج عن المدرب ان هو لازم يبقى صفاره وشورت وقاعد بيعذب الناس. انت اجري وانت تعالى وانت روح. لا، هي مش كده. يعني ما ينفعش يبقى الموضوع ليميتد على ان انا بس بعذبك عشان تخس. فاهم؟ الموضوع بقى تطور عن كده كتير. صح. يعني علميا الموضوع بقى في حته تانية خالص. يعني انت ككوتش لو مش متعلم ازاي تطور واحد طول الوقت، تحط له سقف جديد وطموحات جديده وتطوره وتحسنه، يبقى انت محتاج تشتغل على نفسك. يعني انت ككوتش على فكره في اي كوتشنج، مش لازم الفتنس يعني. انت لازم تبقى دايما عندك القدره ان انت تشوف النواقص وتكملها. اوكي. فاهم؟ صح. يعني حتى في الناس بتوع السايكولوجي وكده، هو طول الوقت بيشوف ايه اللي قدامه ناقص او الحاجات اللي فيها مشكله ويبتدي يعني يشتغل عليها. ما بتخلصش. يعني انت لو انت بتروح لحد بتاع يعني دكتور نفساني مثلا، هي بتتقال كانها حاجه مجنون بقى، يعني انت مجنون بس هي مش كده. لو انت بتروح لحد يعني سايكايترست يعني بروفيشنال، هو شغلته ان هو طول الوقت يعمل معاك يعني يشتغل معاك على مخك، يشتغل معاك على المايند سيت بتاعك، على السيلف ليميتنج بليفز بتاعتك، ايه الحاجات اللي انت عندك فيها مشاكل. يشتغل معاك عليها وابتدي شوف اللي بعدها. هي بتخلصش.
الكوتشنج نفس الكلام، الفتنس نفس الكلام. صح. انت مفيش حد بيبقى اللي هو انا صحتي 100 ومش محتاج اتمرن تاني او مم. هفضل اعمل نفس اللي بعمله ده للابد. صح. لا، انت طول الوقت في ريفاينمنت، وفي حاجات بتشتغل كويس، في حاجات بطلت تشتغل، طب في حاجات ناقصه، في صح. حاجه ممكن تتزود، طب ما تيجي نغير دي، طب مم. ما تيجي نعدل دي. الموضوع معقد ومليان حاجات. أوف. ف... فانت دايما محتاج يبقى معاك حد في وجهة نظري يتحرك معاك. مم. الموضوع مش صغير، مم. مش عايز اصعبه، بس انت ممكن تعمله بطريقه بيزك هتاخد منه بنفيتس كتيره. اوكي. بس لو انت عايز ذا نيكست ليفل لازم يبقى معاك حد يمشي معاك الموضوع. صح. صح جدا. فاهم؟ صح. يعني انت لو فاهم. نزلت تمشى كل يوم صحتك تبقى كويسه، مم. بس لو انت عايز اكتر من كده هتحتاج حد يساعدك. مم. لو هتحتاج اكتر من كده هتحتاج حد اشطر، مم. اكتر من كده هتحتاج حد اشطر. آه. فنرجع دي ترجعنا للمايند سيت. انت عايز ايه من الموضوع؟ مم. عايز قلبك يبقى بيدق كويس والريت بتاعه مظبوط، انزل اتمشى. الموضوع بسيط. اوف. اوكي. انت عايز ايه هتعمل ايه. مم. فاهم؟ صح. يعني انت عشان تخس مش لازم تروح لمدرب. على فكره لو واحد عايز يخس بجد يعني مم. ممكن يظبط لايف ستايل بتاعه وينزل يتمشى شويه، حركه في الاسبوع هيعملها مرتين 3 في الاسبوع، مم. هينقي حاجه يعملها، هيتحرك وهيظبط شويه اكل وهيخس. صح. فهي على حسب الهدف برضو، انت مم. عايز توصل لايه. صح. صح جدا. صح جدا. انا اتفق معاك قوي الصراحه. ويعني من ضمن الحاجات اللي let's say ممكن نقول بحس ان هي missing قوي، وهي ازاي الشخص بيتعامل مع الفيلينج بيسكلي، هو ان هو يفيل ان هو يعمل حاجه في التمرين مثلا، او ان هو مثلا فور اكزامبل كان جاي يشيل مثلا وزن مثلا بس معرفش يشيله، آه، او مثلا معرفش يروح الجيم النهارده مثلا، حاجه زي كده. دي بالنسبه لي مثلا، دي لما كنت بروح الجيم يعني كانت دي من اكتر الحاجات اللي كانت بتضايقني ساعات. يعني مثلا لما انا فاكر في مره كنت مثلا بشيل let's say 10 كيلو وانا بعمل مثلا بايسبس، وبعد كده تعبت فبطلت اسبوع. فلما جيت تاني التمرين جيت اشيل 10 كيلو ما بقتش عارف اشيلها زي الاول، فاتضايقت قوي. عارف قلت يا ايه اللي حصل. حط توقعات واقعيه. امم. ده برضو جزء من مسؤوليات الكوتش، ان هو يفهمك ان انت مثلا انت في اللحظه دي لو معكش حد انت لازم انت تبقى حاطط لنفسك اللي هو انا جاي اتمرن، فاللي هعرف اعمله هعمله النهارده. تمام. بس ما تحطش على نفسك عيب ان انا لازم اشيل دي. لا مش لازم. لازم ليه؟ هيحصل ايه لما تشيلها؟ هيدوك جايزه؟ يعني ما هو مش لازم، هو مفيش حاجه لازم. صح. وفي نفس الوقت انت لو معاك كوتش المفروض يفهمك ان وارد ان انت يوم تبقى تعبان، يوم تبقى كويس، يوم قادر تتمرن، يوم مش قادر. بس انك رحت الجيم ده الاهم. يعني ده برضو ترجعنا لحته ان الكوتش يساعدك تشوف الموضوع مظبوط، ان انت التوقعات بتاعتك ايه من ورا الحاجه، مستني تعمل ايه، شايف انك محتاج تعمل ايه. ما هو انت مش شرط ان ال10 كيلو دي لما تشيلها هتوصل اللي انت عايزه بكره. ايوه. او في اللحظه دي. مش شرط. يعني ممكن تبقى انت فاكر كده بس ده غلط. فاهم؟ لكن مروحك الجيم ممكن يبقى هو اللي يوصلك للي انت عايزه، اللي انت حتى وانت تعبان انك انت ما قعدتش في البيت، ما خليتش اليوم يجيب الكور اللي بعده. بالظبط. فاهم؟ بالظبط. فهي دي كلها حاجات ريليتد بالمايند سيت بتاع الناس، ان هو يحط مثلا اكسبكتيشنز عاليه قوي ويلاقيها ما تحصلش فيتضايق. اتكلمنا فيها كتير في الحلقه يعني. ان انت لسه حاطط اكسبكتيشنز واقعيه، انت عارف انت عايز ايه. انا مثلا عايز اخس 5 كيلو، فانا هتحرك كل يوم مثلا. صح. هظبط اكلي واتحرك كل يوم مثلا. ادي الهدف وادي الايه الهابتس اللي انا هعملها او السكيلز اللي انا هعملها. اوكي. وانس ان انا بعمل ده كل يوم وبقيس وبلاقي نفسي ان انا بخس هوصل لده. صح. فاهم؟ مش لازم اقيس كل يوم، بس اقيس مثلا كل اسبوعين كل 3 بلاقي ان انا بخس، يبقى انا رايح في الاتجاه الصح. لقيت نفسي مش بخس، اقلل اكل اكتر واتحرك اكتر لحد ما تتظبط. هي ترايل اند ايرور. ايوه بالظبط، هي فعلا ترايل اند ايرور. بس هل ان انا اقيس، عشان انت قلت كده حاجه فكرتني بسيتويشنز او حاجات لسه الناس ساعات بتعملها، او الناس ساعات بتقيس كل يوم. هل انا بحس ساعات ان دي حاجه ممكن تديسكريج يو، لان انت بتقيس كل يوم، دي صعبه قوي. دي عاده وحشه قوي.
من ضمن الحاجات اللي بتتقال للكوتشز في كورسز معينه، ان انت هتحاول تقول للناس ما توزنش كل يوم، بس هم برضه هيوزنوا كل يوم. انا فاكرها كويس قوي، قريتها في كورس من الكورسز، ان انت بتحاول تبعد الناس على الميزان، بس الناس دايما بتروح الميزان. يعني لو واحد عايز يخس مش عارف يمسك نفسه، هيبقى عايز يوزن نفسه. ولو مش كل يوم هيبقى كل يومين 3 هيبقى عايز يوزن نفسه. انا بحاول ازقها بس شويه عشان ياخد وقت، انه يعني اصل انت لو انت اوبسست بالميزان هيبقى دايما يعني البرسبشن بتاعك عن نفسك هيبقى مربوط بالميزان. بالظبط. يعني لو انت 90 كيلو وعايز تخس، كل ما تطلع الميزان تلاقي نفسك 90 كيلو هتحس ان انت وحش. بالظبط. طب انا بقى اللي بعمله ده مش نافع، طب انا مش متمرن، طب انا هاكل، طب تدخن بقى. فهي يعني انا ما بحبش بس تبقى كتير. انت لما توزن نفسك كل يوم يعني هتحبط كل يوم. صح. بس يعني ادي نفسك فرصة ان يحصل بروجرس وتلاقي نفسك خسيت الكيلو 2 3 ان كان، بعد اسبوعين، بعد 3، بعد 4، طالما بتعمل الحاجات الصح. لكن طلوعك على الميزان كل يوم هيخليك دايما اوبسست بالميزان. صح. ولو ما خسيتش هتتضايق، ولما تتضايق هتبطل تتمرن وهتبطل تظبط الاكل. صح. فالنتيجة مش في صالحك. صح جدا، صح جدا. هي فعلا دي حاجة يعني أنا بشوف ناس كتير بتعملها الصراحة، بتبقى صعبة قوي، بتبقى discouraging جدا جدا. اصل انت مفيش حد بيخس في يوم، يعني انت بتخس كل يعني توزن كل يوم توصل لايه؟ مش هتستفيد اصلا مش ولو خسيت اصلا هتلاقي نفسك خسيت 0.1 يعني انا متضايق اكتر. بالظبط. يعني فاهم، يعني احسن ما تخس ما توزنش. بالظبط بالظبط، ده فعلا. الصراحة يعني دي كانت آخر حاجة، آخر سؤال ليا في الحلقة. بس كنت عايز أراب كده الحلقة ب let's say tips أو clear steps للناس تعملها عشان تعرف تadjust المايند سيت بتاعتها، وتعرف تعمل المايند سيت بتاعتها اللي هي محتاجاها عشان الفيتنس جورني بتاعها. طيب سؤال حلو قوي. اول حاجه هتفكر فيها ايه الهدف بتاعك. ماشي. اوكي، دي ستيب 1. اوكي. ستيب 1 احدد الهدف اللي انا عايزه. ستيب 2 هكسر الهدف ده ل سكيلز. اوكي سكيلز. ماشي. وبعدين هكسر السكيلز دي لبراكتسز اعملها كل يوم. ماشي. بسيطه. اديك مثال. الهدف بتاعي ان انا عايز اخس 10 كيلو. اوكي. هكسرها لسكيلز. ايه السكيلز؟ ان انا عايز اروح الجيم، ماشي. انا عايز اتمشى، انا عايز اظبط اكلي، انا عايز اشرب ميه، انا عايز انام كويس. 5 سكيلز. اوكي. كل واحده في دول هكسرها لبراكتس. اوكي. يعني انت هتروح الجيم، هتتمرن في الجيم. ايه الهابتس اللي هتنزل تحتيها؟ ان انا مثلا في جيم جنب بيتي، ان في مدرب هيمرني هناك. صح. ان انا هعمل ريزيستنس تريننج الفلاني، بروجرام الفلاني، او هعمل المدرب ده يمرني 3 ايام في الاسبوع. مثلا الاكل جواها، ان انا مثلا عندي اير فراير هستخدمها، هحط فيها الفراخ من غير زيت مثلا. صح. عندي الاكل بتاعي اللي انا محتاجه في البيت، اشتريت مثلا الاكل اللي انا هطبخه، السلطه، الخضار، الفراخ، البيض، مش عارف ايه. بالظبط. ان انا مثلا هعمل ميل بريب مره في الاسبوع، اظبط اكلي كله. جيت على اللي بعدها، السكيل اللي بعدها، محتاج ابقى بتحرك. مثلا عندي عجله، عندي مكان حوالين بيتي ممكن امشي فيه. اصحابي بيلعبوا كل يوم 2 بادل، هنزل العب معاهم. بتظبط السكيل، تنزل منها هابتس او براكتسز هعملها. فانت بتكسر الجول لسكيلز، سكيلز لبراكتسز او هابتس تمشي عليها. هتلاقي نفسك توصل للجول. فيعني بيسموها ريفرس انجينيرنج. ابتدي من الجول، ابتدي يرجع. الجول ده محتاج ايه؟ السكيلز دي. السكيلز دي محتاجه ايه؟ كل سكيل محتاجه الهابت دي والهابت دي. حاول طبعا ما يبقوش حاجات كتيره. يعني ده لاس ده باتر عشان ما يبقاش الموضوع اوفرويلمنج. ما احطش 10 حاجات وكل واحده جواها 3 حاجات، هلاقي نفسي مش قادر اعمل ولا حاجه. صح. لكن لو انا عندي جول واحد هحط له حاجتين، الحاجتين دول هحط لهم حاجتين مثلا، او حاجه وحاجه. صح. مطلوب مني حاجتين عشان اوصل لجول، 3 حاجات.
وعارف ازاي هوصل لهم، هعمل ايه الهابتس عشان اوصل لها، اوكي. خلاص هتبقى الموضوع واضح. مم. وتبقى محدد هتقيسه ازاي، هتقيسه ازاي وكل قد ايه. يعني انت أوكي. هتخس 5 كيلو دول او ال 10 كيلو دول، اوكي. هتقيسها ازاي؟ هعمل ايه بادي كل اسبوعين مثلا، اوكي. كل اسبوعين هطلع الان بادي اشوف الماسلز قد ايه، الفاتس قد ايه، الوزن قد ايه اوكي. مثلا، بحطط لها ميجرمنت برضه، ويبقى رياليستيك ميجرمنت بوقت معين. بمعنى ايه رياليستيك ميجرز؟ يعني ما تقولش مثلا هوزن نفسي على الميزان كل يوم، اوكي. ما تقولش ان انا عايز اخس 10 كيلو دول في اسبوع، يعني حاجه رياليستيك، صح. فاهم؟ اوكي فهمت قصدك. ممكن نزود عليهم ان هي تبدا بحاجات بسيطه، تبدا بحاجات بسيطه وقليله عشان ما يبقاش الموضوع اوفر زي ما قلت لك، ما احطش 10 حاجات وابقى عايز اوصل ل 10 الشهر ده، صح. فاهم؟ ابدا بحاجه زود عليها، زي ما كنا بنتكلم في موضوع البوش ابس والسيت ابس والجري، تثبت دول، يزود عليهم حاجه، روح الجيم مره في الاسبوع، العب معاهم بادل، زود مره كمان جيم. يعني هي تبني واحده واحده، اسهل من لما تيجي مره واحده ما بتعملش اي حاجه تقول انا اروح الجيم 3 ايام في الاسبوع، اروح العب بادل يوم، واروح بايك يوم، واعمل بوش ابس وسيت ابس في البيت، واظبط اكلي وانام كويس. يعني تخيل فجاه بقى اقول لك اعمل 10 حاجات دول، مش هتلحق، مش هتلاحق، مش واقعي، مش واقعي، ومش هتلاحق ومش هتكمل. صح. فاهم؟ فهمت جدا. فهي عايز تتاخد بالراحه وتبقى متقسمه كده. اوكي فهمت جدا. انا سعيد جدا ان انا عملت الحلقه دي معاك النهارده، وانا كمان اي هوب تكون مفيده، والكلام اللي نكون قلناه يكون الناس فهمته وحاسه ان هو مفيد ويضيف لهم في حياتهم. يا رب يا رب ان شاء الله. it was very insightful ليا الصراحه، انا استفدت منها كتير يعني. انا مبسوط ان احنا دخلنا ديب في موضوع، حسيت المره اللي فاتت ان احنا اتكلمنا في حاجات جنرال كتير، دي حقيقه. حسيت المره دي ان احنا عرفنا نتكلم في مواضيع شائكه كتير. دي حقيقه قوي. ربنا يستر. الحمد لله. ايوه يا عمر، نشوفكم في حاجه جديده من Think Different.